بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أعزائي طلاب الخامس الإعدادي، حياكم الله. طبعا الفرع العلمي، يا أهلا وسهلا. إن شاء الله تعالى اليوم سنتناول من مادة الرياضيات، وتحديدا الفصل الثاني موضوع اسمه المتتابعة الحسابية. المتتابعة الحسابية هي متتابعة يكون فيها ناتج طرح كل حد من الحد الذي يليه مباشرة يساوي عددا ثابتا، يسمى أساس المتتابعة الفرق المشترك، ويرمز له بالحرف D ناقصا D ناقصا Y للآن زائدا 1 ناقصا أو U للآن، طبعا U وليس والعفو. وكذلك فإنه يكفي لتعيين المتتابعة الحسابية معرفة حدها الأول أي في راستر وأساسها D، ثم إضافة الأساس إلى الحد الأول نحصل على الحد الثاني، وهكذا. فمثلا المتتابعة الحسابية التي فيها D تساوي 3 و A تساوي 2. رح نيجي أعزائي الطلاب نوضح قانون العام للمتتابعة الحسابية. طبعا القانون العام هو U للآن تساوي A. طبعا الخط كبير، بس أريد نوضحه زين. راح نوضح هنا طبعا بعض الأشياء المهمة. خلينا نصغر الخط قليلا. زين. U طبعا راح أكتب بشكل U للآن يساوي A زائدا N ناقص 1 في D. إذن راح نعيد كتابة النوب. U للآن يساوي A زائدا N ناقص 1 في D بهذا الشكل. أعزائي الطلاب، اليو للآن هذا شنو هو؟ شنو مثلا يو للآن هو قيمة الحد، قيمة حد معين، قيمة حد معين. أوكي. الأي شنو هو؟ الأي هو الحد الأول. طبعا هالملاحظات اكتبوها يمكم، لأن أنا راح أمسح وأشرح النوب وأكتب النوب طبعا معلومات كثيرة جدا، لكن في هذه المحاضرة سنتناول ونشرح ونفصل القانون، وبعد ذلك نبدأ بمحاضرات أخرى إن شاء الله تعالى لحل الأسئلة، حتى ما تكون المحاضرات طويلة ومزعجة بالنسبة لكم. زين. الآن هو الحد أو تسلسل الحد المعرف بL، مثلا الحد السابع، الحد السادس، إذن هو تسلسل الحد. زين. ناقص 1 هذا قيمة ثابتة مرت القانون. الدي هي الأساس. الدي شنو؟ الدي هي الأساس. زين. هسه أنا راح أجي أعزائي الطلاب أكتب هاي المعلومات. الأي هي الحد الأول، الدي الأساس. زين. الدي الأساس. يو للأن قيمة حد معين، والآي قلنا الدي قلنا الواحد أو N ناقص 1. خلينا نجي على N
تسلسل الحد تسلسل الحد، والواحد السلب الواحد من ضمن القانون اللي هو مو قلنا احنا يو للآن تساوي أي زائدا آن ناقصا واحد في دي احنا شنو عندنا؟ عندنا ال عندنا هذا القانون هذا وضحناه، قلنا هذا شنو اليو للآن؟ هو قيمة حد معين، الآي الأساس، الآن تسلسل الحد، الواحد قيمة ثابت، الدي الأساس والأي الحد الأول، الأي الحد الأول. انتهت محاضرتنا لهذا اليوم، إن شاء الله تكونون قد استفاديتوا، لأن اليوم المحاضرة هي تعريفية للمتتابعة الحسابية، وكذلك شرح قانونها المهم جدا، قانونها الثابت طبعا. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.